نقول بسم الله ونتوكلوا على الله ونبداو مع القصه الاولى. الدرب اللي ما عنده راس اولا الدرب اللي ما كيخرجش. احداث هذه القصه كتدور في الدار البيضاء عام 2006. امين مهندس شاب غادي لدارهم مع 11 ديال الليل من بعد نهار طويل ديال الخدمه. دخل دربهم في حي المحمدي. درب قصير وما كيخرجش. الا وقفتي في راس الدرب كيبان لك الاخر ديالو. امين شافوه هو كيدخل للدرب ولكن حتى شي واحد ما شافو خارج. امين كان كيهضر في ديك اللحظه مع خطيبته في التليفون اللي ساكنه حتى هي معاهم في نفس الدرب. قال لي انا دخلت للدرب 2 دقائق ونكون في الدار. شويه الخط تقطع. في الاول الخطيبه صحاب ليها غير ريزو مشى. عاودت صونات ليه ولقات التليفون ديالو طافي ماشي من عوايدو. الليل كامل وهي كتحاول باش اتصل به. ساعة التليفون ديما كيكون طافي. الصباح الشركه اللي خدام فيها امين عيطوا يسولوا عليه علاش ما جاش الخدمه، ياك ما مريض ولا كاينه شي حاجه، لان كلشي ولا كيقلب على امين. التوتر غير مازال طلع من بعد ما عرفوه باش عند صاحبو جلال كما ديما. العائله ديال امين ما بين ليله ونهار حياتهم تقلبات، وبقى عندهم فين يقلبوا، واخر حل هو يمشيو للبوليس. الدخله ديال الدرب كاينه كاميرا ديال واحد المحل، والداخل كاينه كاميرا ديال واحد الدار. ملي رجعوا للكاميرات لقاو ان الكاميرا الاولى كيبان فيها امين داخل الدرب لابس فيه السكحله، شاد تليفونه في يديه وكيبان كلشي عادي. ولكن الكاميرا الثانيه هي اللي صدمت كلشي. امين ما داش مقدامها، والغريب في الامر هو ان الدار ديال امين هي اخر دار في داك الدرب، يعني ضروري خصو يدوز من الكاميرا الثانيه. من بعد 3 ايام ديال البحث واحد من الجيران لقى فرده ديال الصباط فوق واحد السطح ديال واحد الدار مهجوره. فاش طلعوا البوليس للسطح لقاو حاجه خلاتهم يتصدموا كاملين. تليفون امين محطوط فوق السور وفيه تسجيل صوتي خدام. فاش سمعوا التسجيل ما كان فيه لا صوت غوات ولا صداع ولا حتى شي حاجه، كانت فيه 30 ثانيه ديال الصمت متبوعه بصوت شي واحد كياخد نفس عميق كيردد جمله وحده مرعبه: لقيت الباب اللي ما كيتشافش. وبعدها تقطع الصوت. اليوم دازت سنين على هاد الحادثه. امين ما عمرو بان. الدار المهجوره تهدمات والدرب تبدلات ملامحه تقريبا كلها، ولكن الناس ديال الحي باقيين لحد الان كيخافوا يدوزوا من داك الدرب بوحدهم فاش كيطيح الليل. كاين اللي كيقول طاح في يد عصابه الكنوز، كاين اللي كيقول دخل لعالم اخر حنا ما عارفينوش. واش ممكن يكون فعلا كاينين فجوات في اماكن عاديه كنعيشوا فيها، ولا امين كنعرف شي حاجه حنا ما عارفينهاش؟ شنو انت كتظن وقع الامين وسط دربهم؟ السؤال الاكبر هو واش هاد القصه حقيقيه ولا خيال؟ خليو لي رايكم في التعليقات. الا جاتكم القصه ديال امين غريبه فرا القصه ديال حسين اغرب منها، حيت كاينين شي طرقان في المغرب فاش كيطيح عليهم الظلام ما كيبقاوش محسوبين على عالم الانس. في واحد الطوار مازول كاين واحد الطريق اللي كاع الناس كيتجنبوها، طريق اللي داخلها مفقود وخارجها مولود. الحسين قرر يتحدى الخرافة، ولكن الثمن كان غالي بزاف. بلا ما نطول عليكم نسمعوا القصة. الحسين كان راجل عقلاني، ما كيامنش بالجنون وما كيامنش بالخرافات. نهار من النهارات تعطل في الخدمه، وباش يوصل للدوار دغيا كان قدامه حل واحد: يدوز من الطريق المسكونه. الناس قالوا لي والحسين كبر بالليل والليل كيكبر بماليه. هو يضحك وقال لهم غير درا خاويه وخبي العيالات. غير حط رجليه في الطريق جو تبدل. الصمت ولا ثقيل بحال الا الاكسجين ما بقاش. ضوء البيل بدا كيطفى ويشعل. شويه في وسط الطريق بانت ليه هي مرة لابسه بيض كيعمي كيتلج ملي كتضرب فيه الشمس، واقفه وعاطيها بالظهر، شعرها طويل لدرجه كيقيس الارض. حسين وقف، قلبو بدا كيضرب تقول يخرج من بلاصتو ويقول ليها واش محتاجه اي مساعده. المراه ما تحركاتش، ولكن واحد الصوت بدا كيخرج منها، صوت بحال ملي كتحك الحديد مع شي حجر قاصح. حسين قرب وزعم وحط يديه كاع على كتفها، وفي ديك اللحظه المراه دارت لعندو. هنا كانت الصدمه، ما كانش عندها وجه، ما كان لا عينين لا نيف، غير جلد ملس. بلاصه الفم كانت غير تقبه كحله وغارقه. حسين بغى يهرب ولكن رجليه ما سعفوش. الضو طفى بمره والدنيا تزلزلات به. سمع صوت كيهمس ليه وسط راسو وكيقول ليه دخلتي بلا ايد والضيافه عندنا طويله. لغت ليه مع الفجر لقاو الناس حسين طايح في بلاصه بعيده ب5 كيلومترات على ديك الطريق في واحد الغابه مهجوره. كان فاقد الوعي ووجهه زرق وشعره اللي كان كحل ولا كله بيض في ليله واحده. فاش فاق ما عاود والو، ما قال حتى شي حاجه، بقى غير كيشوف في السقف وعينيه محلولين. الجمله الوحيده اللي نطق بها هي الظلام عنده عينين وبالليل كيفتحهم. حسين اليوم كيعيش بوحده، كيسد عليه السوارت قبل ما تغرب الشمس. عمرو عاود دخل داك الطريق. نتوما واش عمركم دزتم شي طريق وحسيتوا انكم ماشي بوحدكم؟ واش كتامنوا ان كاينين طرقان مسكونه فعلا؟ خلي لنا قصتك في التعليقات، ولا عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابك اللي ما كيخافوش من الجنون. واهم سؤال كيبقى: واش هاد القصه حقيقيه ولا خيال؟
جوج قصص اللي غريبين بزاف. القصه ديال امين اللي اختفى في دربهم اللي ما كيخرج، والحسين اللي خرج من الطريق المسكونه وشخص اخر. القصه الثالثه والاخيره في الحلقه ديالنا هي القصه ديال الطفله سليمه اللي اختفت في ظروف جد غامضه. قصه الصراحه اللي شويه ماساويه. بلا ما نطول عليكم ونسمعونيش عن القصه الثالثه، قصه الطفله سليمه اللي اختفت في ظروف جد غامضه. احداث هذه القصه كترجع لعام 2020 في واحد الدوار معزول في جنوب المغرب. خرجت الطفله عندها 5 سنين تلعب قدام الدار، غابت غير 5 دقائق على العين، ومن تما بدات اطول واغرب رحله بحث عرفتها المنطقه. قصه سليمه ماشي مجرد حادث اختفاء، هي حكايه خلات المغرب كامل يحبس الانفاس ديالو لاسابيع وشهور. سليمه كانت محبوبه في الدوار. النهار اللي اختفت فيه بحال كاع الايام، وسط الهدوء ديال المنظر الصحراوي الجميل، خرجت سليمه بالكسوه ديالها الملونه تلعب حدا الدار. الاب ديالها دخل يقضي شي غرض، فاش خرج لقى غير السكات وهو كيعيط سليمه سليمه، ولكن الجواب كان صدى الجبال فقط. في ثواني الدوار كامل فاق، العيالات كيغوتوا والرجال هازين البيلات وطالعين للجبال. واش طاحت في بير ولا طاحت في الواد؟ اسئله كانت كتحرق قلب الام اللي بقات جالسه في العتبه ديال الدار، عينيها على الطريق كتسنى خيال بنتها يبان. بوليس، الجندارم، الوقايه المدنيه، حتى المتطوعين من مدن اخرى، الكل جا باش يقلب على سليم. استعملوا كلاب المدربه، طائرات بدون طيار يعني درونز، وقلبوا كاع المغارات والابار المهجوره في المنطقه. دازت سيمانه، جوج، شهر، الامل بدا كيتحول لياس، ولكن الام بقات شاده في واحد الخيط رقيق. بنتي باقا عايشه، قلبي كيحس بها. كانت كل صباح كتوجد ليها الفطور وكتقول للجيران اليوم غادي ترجع بنتي. واحد الصباح واحد السراح كان غادي في واحد المنطقه جبليه بعيده بزاف على الدوار، منطقه مستحيل طفله في داك السن توصل ليها بوحدها. تما بين الحجر شاف شي حاجه ملونه ومشاشعه، فاش قرب جمد في بلاصتو. ما لقاوش سليمه اللي كيعرفوا، لقاو بقايا، العظام، حوايج مليوحين ومشتتين. الصدمه كانت فاش الاب شاف ديك الكسوه الملونه اللي خرجت بها النهار الاخير. تما العالم وقف عند عائله سليم. التحقيق ما بقاش على الاختفاء ولا على جريمه قتل، البصمات والادله وصلت للبوليس، الاشخاص من نفس المنطقه، ناس كيعرفوهم، ناس كانوا ربما كيعيشوا فيهم كل نهار. قضيه كانت غامضه، واش عصابه الكنوز، واش وحوش بريه ما عندهاش رحمه. المحكمه كانت حاسمه في هذا الامر، والعقوبات كانت ثقيله، مؤبد بطبيعه الحال، ولكن حتى حكم ما كان كافي باش يبرد نار الام اللي فقدت بنتها بابشع طريقه ممكنه. سليمة مشات، ولكن خلات وراها درس قاسي للمجتمع كله. خلاتنا نعرفوا ان الغدر يقدر يجيك مع اقرب الناس، وان البراءة في بعض الاماكن تكون هي الضحية. منطقة مازال اليوم كتفكر في سليمة، وباقي صدى الضحكة ديالها كيسمعوا الناس وسط الجبال. في نظركم واش العقوبات السجنية كافية في هذا النوع من جرائم ضد الاطفال، ولا خاص شي حكم اللي ينهي هذا الكابوس في مرة؟ كيف ما ديما السؤال الكبير، واش هذه القصة حقيقية ولا خيال؟ خليوا لي رايكم في التعليقات. ودابا وصلنا للحظه الحقيقه، شكون فيهم اللي وقعت بصح؟ واش امين اللي غبر في الدرب اللي ما كيخرج؟ واش الحسين يتلاقى بمولات البيض في طريق الموت؟ ولا سليمه اللي مست بين الجبال؟ بزاف منكم غيكونوا مشاو مع قصه المهندس امين، حيت هي فيها شويه الغموض، وكاين اللي يشك في قصه الحسين. القصه الحقيقيه الا كنتي مازال ما درتي كومونتير، دير بوز للفيديو وكتب لنا الراي ديالك في الكومونتير. ولكن دابا غادي نقول لكم شكون هي القصه الحقيقيه. القصة الحقيقية اللي بكات المغرب كامل واللي كانت ألم حقيقي ماشي مجرد خيال، هي قصة طفلة ناعمة من ضواحي زكورة. هاد القصة ماشي لغز من عالم آخر، بل هي واقع مرير وقع في سنة 2020. اختفاء ناعمة والبحث اللي دام أسابيع، والنهاية الحزينة فاش لقاها راعي الغنم. هادشي كامل كاين في السجلات وموثق بالصور والأدلة، أما القصص الأخرى فكانت مستوحاة من أساطير شعبية. حقيقة هي أن الواقع في بعض الأحيان كيكون أرعب من الخيال. قصة نعيمة خلاتنا نفيقوا على بزاف ديال الأخطار اللي كتهدد وليداتنا، وخلاتنا نعرفوا حق قدر البراءة. واش كنتو متوقعين أن قصة نعيمة هي الحقيقية، ولا تقتو في قصة آمين والحسين؟ إذا كنتي عرفتيها في الأول كتب لينا عرفتها في التعليقات، وإذا كنتي أول مرة كتسمع القصة الحقيقية ديال نعيمة ترحم عليها في التعليق، وبارطاجي هذا الفيديو مع ناس آخرين باش يبقاو ديما رادين البال لوليداتهم. كانت هذه الحلقة السادسة من سلسلة 3 القصص وحدة حقيقية. إذا كانت عندكم قصص ديالكم وبغيتي نعاودها يمكن لكم تواصلوا معايا، شوفوا في صندوق الوصف غادي تلقاو ايميل ديالي فين تصيفطوا لي القصة ديالكم. نتلاقاو في الحلقة الجاية، ألغاز جديدة وتحديات جديدة، وردوا بالكم لوليداتكم، والسلام عليكم.